السلام عليكم، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة وسعادة. الفيديو اللي غادي نشوف معكم اليوم ولا الطبق اللي غادي نشارك معكم اليوم خينيرال توس تشيكن ولا الدجاج الصيني المقلي اللي كيجي رائع وكيجي غزال وكيجي هائل. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير والطريقة. تبعوا معايا الوصفة من الاول حتى الاخير، الاسرار اهم من الوصفة. كيف ما كتشوفوا عندي انا هنايا الدجاج، عندي دجاجه. بالنسبه لهم هما تيقطعوا غير الصدور ديال الدجاج. انا خديت الدجاجه كلها ولكن حيدت ليها الصدر، الهبره ديال الصدر وحيت والعظم الحتو، والباقي عن الفخيدات درتهم، الجنيحات درتهم، غير الصدر والظهر اللي لحتو. اما الفخيدات والجنيحات راني دفتهم. كيف ما كتشوفوا هما تيقطعوها طريفات صغار. حتى نتوما راه غادي تشوفوا فاش غادي نكون انا تنقلي، راه غادي يبان لكم يعني قطعتهم طريفات صغار وما عجبونيش داك الطريفات بحال هكا صغيره، وانا نرجع قطعتهم طريفات كبار باش تيبانوا. انا مولفه احنا مولفين بحاجه كبيره عينينا ما تتعمرش. المهم ما علينا. كما كتشوفوا راني مقطعه انا طريفات كبار شويه، يعني طويلات شويه. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا عندي هنايا 3 ديال الدروسه ديال الثومه، وعندي الثومه بودره، وعندي البصله بودره، وعندي هاد التوابل ديال التوابل ديال الدجاج. عندي هنايا لا موطارد، وعندي بيضه، وعندي 2 معالق ديال النشا، و3 ديال المعالق ديال الدقيق. كيف ما قلت لكم، وعندي بيضه كامله. انا راه غادي نضيف بيضه كامله. بالنسبه ليهم هما ما تيضيفوش البيضه كلها، هما تيضيفوا غير الصفر ديال البيضه. انا ضفت البيضه كلها، وهما تيضيفوا معها الملحه، تيضيفوا التوابل الاخرى. انا هنايا عندي هنايا الملحه، هاد سميتو هاد العطريه هذه راه فيها الملحه، والخردل راكم عارفين راه تا هو فيه الملحه ولا لا موطارد. يعني داكشي علاش انا ما ضفتش هنايا الملحه، اكتفيت غير بداك الملحه الملوحيه اللي كاينه في الخردل واللي كاينه في العطريه اللي قلت لكم مخلطه. هنايا راه كاينه العطريه مخلطه، راه كاينه الثومه، كاينه البصله، كاين ازير، كاين كلشي، كاين الربيع، كاين مهم التوابل ديال الدجاج. انا ما بغيتش نضيف التوابل اللي كيديروه هما لحقاش كتجي حامضه بزاف، لان صوص الصويا كتكون كثيره فيها. انا ما بغيتش نضيف الصويا صوص في هذه الوقيته هذه. المهم حيت غادي نضيفها في لاصوص اللي غادي ترافق ولا اللي غادي تمشي مع الطبق هذا، مع هاد الدجاج. ما بغيتش نضيفها دابا. كيف ما كتشوفوا غادي نقشر هنايا الثومه وغادي نحكها، وغادي نخلط هاد الدجاج هذا. بغيتو نتوما تخليوه يعني تضيفوه في الليل، يعني تضيفوه ليله كامله، يعني تخلطوا هذا الخليط هذا وتخليوه ليله كامله، تغطيوه وتخليوه ليله كامله، راه ماشي مشكل. بالنسبه لي انا خليته تقريبا واحد ساعه ونص لان كنت مشغوله. ساعه ونص كانت كافيه، وجا غزال ما شاء الله، وجا رائع. غير جربوا هاد الطبق هذا. هاد الطبق هذا اللي قلت لكم ديال التشيكنز هو طبق صيني امريكان، يعني امريكا صيني ولكن هو تصنع في امريكا. غزال صراحه الله كيقدموه مع الرز. انا قدمته غير هكاك، ما قدمته حتى مع شي حاجه، قدمته مع داك صوص تشيلي وجا غزال. بالنسبه للاصوص كتجي رائعه وكتجي هائله. داكشي علاش انا ما بغيتش نخلط لاصوص اللي غادي تكون في الدجاج مع لاصوص اللي غادي تكون كترافق، ماشي كترافق، راه حتى هي غادي نضغمر فيها هاد الدجاج حتى هو. كيف ما كتشوفوا ضفت هنايا الدقيق، ضفت ديك النشا، ضفت ديك البيضه كلها. هما كيضيفوا غير الصفر ديال البيضه. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا، غير شي شويه باش كتخلط داك الدقيق، وغادي نلبس هاد التوابل ولا هاد العطريه اللي ضفت هنايا. غادي نلبس لديك الدجاج كاع كامل وداك الطريفات ديال الدجاج. غادي نغمرهم مزيان في التوابل هكا، وغادي نغطيه ونخليه
انا قلت لكم خليته تقريبا ساعه ديال المكانه، ما كانش عندي الوقت وضفته دغيا. يعني كنت مسروبه وانتوما خليوه بغيتو ترقدوه ليله كامله، يمكن لكم ترقدوه بغيتو يعني تديروه بحال هكا ساعه ديال المكانه على ما توجد لكم لاصوص. راه تبارك الله راه كافيه وكتجي رائعه. صافي هنايا غادي نخلط كما شفتوا، غادي نغطيها وغادي نخليها ترقد شويه، وغادي ندوزو لاصوص اللي غادي اللي غتمشي اللي غادي ما عرفتش كيفاش نقولها لكم. انا راه قلت فيا الهضره بالعربيه، راه يسمحوا لي. راه هنايا عندي هنايا صويا صوص، عندي الزيت ديال سيسامو، عندي صويا صوص ولكن محلى كتكون حلوه. يعني هنايا بدلت ديك الحاره بدلتها بالهريسه. عندي هنايا كما كتشوفوا عندي الثوم بودره، وعندي البصله بودره، وعندي ديك العطريه اللي ضفت حتى هي العطريه ديال ديال الدجاج. وعندي هنايا السكر بني، يمكن لكم تبدلوه بالعسل اللي ما عندوش سكر بني، ولا تضيفوا السكر العادي يعني السكر الابيض. عندي هنايا الكيتشوب كيف ما كتشوفوا، وعندي هنايا خين خبري كيف ما كتشوفوا. هذا خين خبري مع المهم دابا نقلب على سميتو بالعربيه. غادي نقشروا بالنسبه ليهم هما راهم تيضيفوا الثومه وهذا خين خبري كيضيفوه مع الزيت ديال سيسامو. زيت سيسامو هو السمسم، هو السمسم جنجلان، هو جنجلان، الزيت ديال الجنجلان. انا هنايا ضفت الزيت ديال الجنجلان ضفته مع لاصوص. قطعت هاد الخين خبريته هو قطعته طريفات، هما تيقليوها في المقله مع الزيت، تيقليوها هي والثومه. هاد خين خبري مع الثومه مع الزيت، مع الخين خبري والثومه ومع الزيت ديال سيسامو واحد شويه وتيقليوه. وكتطلق داك الثومه كتطلق واحد الريحه ما كتعجبنيش، انا ما بغيتش نضيفها بحال هكا. نتوما الا بغيتو كتعجبكم الريحه ديال الثومه محروقه يمكن لكم هما حتى كيحرقوها عاد كيضيفوا التوابل، عاد كيضيفوا هاد المكونات بحال هكا. صافي تنخلط على ما كيندمج كلشي مع بعضياته، وغادي نخليها واحد شويه على ما نقلي انا الدجاج. من بعد ما تقدر ترقد الدجاج غادي نضيف واحد الكميه تكون كثيره يعني ديال الدجاج ديال الزيت، عفوا زيت الروميه ولا زيت النباتيه كما متعودين تنقليو فيها. غير نتوما ما تكثروش عاوتاني مره يعني مره في الشهر مره في شهرين. هاد الاكله هذه يمكن لينا نقدموها ماشي مشكل. الا كلينا شي حاجه مقليه ما نداوموش عليها باش ما تضرناش، لحقاش الا قليتو في الزيت البلديه كتطلق واحد الريحه. ديجا انا جربته في الزيت البلديه ولا زيت العود ما عجبتنيش، ما جاش زوين. وهذاك الشيء علاش اضطريت، لان انا ما كنطيبش الزيت الروميه ولا الزيت النباتيه وكطيب غير بزيت البلديه، ولكن هذا راه اضطريت يعني. ترجعوا عاوتاني وتسخنوا وتجهدوا البوطه وتضيفوه عاوتاني وتضيفوا الدجاج باش كيجي مقرمش ولكن كيجي ناشف. انا ما ننصحكمش يعني كيجي ناشف، لان ديجا انا جربته وما جاش زوين، واخا هو جا مقرمش ولكن جا قاسح بزاف. صافي المهم غادي نكمل انا هاد الكميه اللي عندي ديال الدجاج غادي نقليه وغادي ندوز نصايب معكم. غادي نطيب عفوا لاصوص ولا الصلصه.
اللي كتشوفوا الصدر راه دغيا كيتحمر، دغيا كيطيب، ولا دغيا كيدخلوا الطياب، ماشي بحال الفخد راه تيكون غليظ واحد شويه، راه ما تيدخلوش الطياب بحال الصدر ديال الدجاج. وخليته حتى طاب مزيان، حتى تحمر وتقلى مزيان، وعاد ديك الساعه حيدته كيف ما كتشوفوا. راه تنرجع تنقليه بحال دابا هادو مجنيحات، خليتهم يعني كحسهم للجنب، وضفت الكميه اللي بقات ليا. غادي نقلي هاد الكميه كلها كما كتشوفوا حتى كتذهب. انا راه قلت لكم الا بغيتو تخليو، يعني بغيتو الدجاج يجيكم مقرقش الله الله على مقرقش نيت انا راني تقرقشت دابا، بغيتو يجي مقرمش، استغفر الله العظيم. الا بغيتو يجي مقرمش راه عرفتي شنو خاصكم ديروه 2 المرات، تقليوه 2 ديال المرات، كيجي غزال حتى هو صراحه الله، ولكن تيجي ناشف. هذاك الشيء علاش انا تندير ليه قليه وحده صافي، كنخليه وكنحيدو عادي، وكنديرو في لاصوص اللي غادي نوجد معكم. ولكن انتم كتشوفوا يعني راه حتى كيذهب، راه ما تصحيدوش يعني هو باقي هكاك، وتقابلوه بالتحرك، ما تخليوش عاوتاني العافيه تكون مجهده بزاف ولا تكون قليله باش ما كيطلقش الماء. داك الماء ديالو كيبقى لداخل فيه، فهمتي، كيطيب وكيبقى بنين، كيجي لذيذ وكيجي رائع. صافي كنكمل انا هذه الكميه هذه اللي عندي، وغادي ندوز نطيب معكم ولا نصايب معكم لاصوص اللي كتجي رائعه وكتجي غزاله بزاف وكتجي هائله، كتجي حاره حلوه مالحه حامضه، كتجي غزاله ما شاء الله. صراحه الله هذا اللي صايب هذه الوصفه هذه صراحه الله اعرف ما يصايب. انا بعدا كتحمقني هاد الوصفه هذه، كتعجبني، ومن الوصفات اللي كنحماق عليهم، والاطباق المفضلين عندي هما الدجاج بحال هكا. واخا هو مقلي يعني صراحه الله راه تيقول لك القلي، ولكن بعد تيقول لك القلي ما مزيانش، ولكن يعني مره نقليو، ماشي حنا غادي نطيحوا فيه ديما، غادي نبقاو بحال هكا نقليو مره نقليو. في هذه الكاسرونه كما كتشوفوا غضفت هذاك الخليط اللي خلطت. هما بالنسبه لهم هما كيديروا كيديروا الثومه هي الاولى، وكيديروا داك خنخبري. خنخبري هو سميتو هو ماشي الجنجلان، نو الزنجبيل ولا سكنجبير حنا تنقولوا ليه سكنجبير. كتضيفوا مع شويه ديال الزيت كيتحمر، الزيت ديال السمسم، راه ما كنضيفوش الزيت الروميه ولا زيت البلديه، الزيت ديال السمسم هو سيسامو تيقولوا ليه هنايا سيسامو. و المهم انا كيمشيو لي الكلمات يعني صراحه، كاينين شي اسماء تيتنساو ليا. دابا نقول لكم عاوتاني حتى هو دابا غادي نفكر ونقول لكم. شوفوا كيفاش كيجي، كيفاش ملي تطيب حتى كتختار، عرفتي واحد المذاق عرفتي رائع. ولكن جات حاره مع انا درت فيها الهريسه ودرت فيها هما كيضيفوا فيها سودانيه، تيقطعوا سودانيه هكاك. كاين اللي كيدير السودانيه تيقطعها طريفات وكيخلي عاوتاني السودانيه هكاك يعني صاينه. انا ما كتبش عليك ما قديتش عليها حاره بزاف وصافي، وضفت غير الهريسه وجات عطات واحد النكهه غزاله ما شاء الله. وغادي تشوفوا الطبق كيفاش غادي يجي من بعد ما حسيت يعني بدك هذه الصلصه بدات كتقال. راه ما درت فيها حتى شي حاجه، ما درت فيها لا دقيق لا نشا لا حتى شي حاجه، غير شوفوا كيفاش غادي يجي واحد اللون واحد الكولور. هنايا راه ما عطاهاش حقها في التصوير. منين غادي نقلب الكاميرا غادي نهز الكاميرا وغادي نرجع، لان انا هنايا كنصور في الاتجاه هذا. عطيني سميتو البوله مضويه ليا في عرفتي ما مخليانيش كاع نصور مزيان. انا هنايا يعني جاتني الكسرونه جاتني صغيره، غادي نجيب شي حاجه يعني تكون كبيره، نجيب شي حاجه تكون كبيره وغادي نكب فيها هاد الدجاج هذا. فاش نلقى كيفاش ندير نخلط كما قلت لكم ونلبسو مزيان، كيجي رائع وكيجي. شوفوا كيفاش جا
وباقي غادي راه باقي ما هزيتش الكاميرا، وغادي نهز الكاميرا وغادي تشوفوا كيفاش كيجي من بعد ما غادي نلبس ليها هاد لاصوص. وعرفتي واحد الريحه كتعطي غزاله. صراحه الله غزال هاد الطبق هذا، غير جربوه. شوفوا كيفاش داير، راه ما التصوير راه ما عطاش حقه، راه عاد غادي نهز انا الكاميرا وغادي نصور في الاتجاه الاخر كيف ما كتشوفوا. شوفوا الطبق كيفاش كيجي غزال، كيجي رائع، كيجي لذيذ. كما قلت لكم انا زينت هنايا بسميتو بسيسامو، بالجنجلان الابيض كيف ما كتشوفوا. الطبق تيجي رائع، تيجي لذيذ بزاف. شوف كيفاش كيجي واحد المنظر وواحد المذاق غزال ما شاء الله. قدمته انا مع صوص كتيقول صوص تشيلي كيف ما كتشوفوا. وبغيتو تقدموها مع الرز، راهما تيقدموها مع الرز، انا قدمتها غير بحال هكا. بغيتو نتوما ديروها مع الرز يمكن لكم ديروها. الى هنا كينتهي الفيديو ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. اللي شاف الفيديو يبارطاجيه مع الاهل والاصدقاء ديالو، وما تنساوش تدعموني باللايكات والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. ونتمنى القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.